هل تكون خليجي 25 قبلة الحياة للكرة العراقية؟ مرت المحاولات العراقية لتنظيم بطولة الخليج العربي خلال السنوات الأخيرة بعدة مراحل، بعد تأجيل الاستضافة لأسباب مختلفة، فضلاً عن عدم جاهزية المنشآت. وبعد عدة تحولات، تم الإعلان عن موعد نسخة خليجي 25 بمدينة البصرة، وتأكيد انطلاقها يوم 6 من يناير المقبل بمشاركة 8 منتخبات، لتعيد البطولة المرتقبة الملاعب العراقية لاحتضان كبرى المناسبات بعد غياب دام لأكثر من 40 عاماً. بخصوص المسابقة، فهي تتشكل من مجموعتين، الأولى تضم البلد المستضيف العراق واليمن التي لم يسبق لها أن حققت كأس الخليج، ومنتخبي السعودية وعمان. المجموعة الثانية تضم المنتخب البحريني والمنتخب القطري، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة ومنتخب الكويت. وفي دور المغلوب نحصل على 4 منتخبات. متصدر المجموعة الأولى يواجه وصيف المجموعة الثانية يوم 16 يناير، وفي نفس اليوم يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى. أما النهائي فسيقام بملعب جدع النخلة بالبصرة يوم 19 يناير. خليجي 25، القصة تنطلق الآن.